اقسم بالله انا ريال مدريد رح يجنني والله العظيم يا اخي. انا ما عاد فاهم هذا الفريق. بالشوط الاول بيخليك تسب الفريق وتسب كرة القدم وتسب الساعة يلي قررت انك تشجع فيها نادي بيلعب كرة قدم، وبالشوط الثاني بيخليك تقول اوف شو هالفريق هذا من وين جاي يا اخي. اقسم بالله مو منطق الحالة اللي عم نعيشها مع ريال مدريد، صار لنا مدة طويلة على نفس الوضع حرفيا. انا ما عم بالغ، ريال مدريد بالشوط الاول بيكون فريق وبالشوط الثاني بيصير فريق. ما بعرف شو السبب، ما بعرف شو عم بصير بهذا الفريق، لكن كل يلي بعرفه انه ريال مدريد بيوم من الايام رح يخلي الجماهير هيك تقعد تمشي، يعني بتمشي بالطريق وعم تحكي مع حالها حرفيا. اهم شيء صار بهي المباراه انه الحمد لله رب العالمين فزنا. انا كنت متوقع انه نتعثر بس رب العالمين راد وفزنا واخذنا 3 نقاط. بس انا عندي سؤال جدا مهم، مين حكى انه مارسيلو طلع من ريال مدريد؟ لكن هذا اللاعب اللي شفته سجل الهدف الاول هذا مين؟ هذا مو مارسيلو؟ حرفيا كاريراس اليوم بهذا الهدف ذكرنا بمارسيلو يا اخي. والله العظيم انه لاعب رايق. اكثر شيء بيقدر يحكي الواحد هاي الفتره الله يمضي هذا الوضع على خير، لانه ريال مدريد ما بيطمن ابدا ابدا ابدا. بالنسبه للناس اللي كانوا منتظرين ريال مدريد يخسر او يتعادل، يلا على النوم على النوم اخواتي على النوم. بالنهايه اوعى تنسى لايك والفولو يا كبير، وعلى مدريد ولاك.